ومعنا من الناصرة محمد بركة العضو العربي في الكنيسة الإسرائيلي ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. سيد محمد بركة، رفض ليفني تحديدا الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو رفض قطعي أم قابل للمراجعة على ضوء ما سيعرضه عليها نتنياهو؟ في هذه المرحلة يبدو لي أن رفضها هو رفض تكتيكي. هي تريد تقاسم السلطة مع نتنياهو. هي تعرف أنها لا تستطيع أن تشكل حكومة، وتعرف بالمقابل أن نتنياهو لن يستطيع أن يعمر طويلا في رئاسة الوزراء مع تحالفه الطبيعي اليمين واليمين المتطرف والمتشدد. لذلك هي في هذه المرحلة هي عمليا عض على النواجذ إن صح التعبير لمن سيتأوه قبل الآخر. لكن في اعتقادي أن نتنياهو سيشكل الحكومة على أساس القاعدة البرلمانية الضيقة اليمينية، وبعد ذلك سيكون ربما لديه متسع من الوقت لاستمالة ليفني، خاصة وأنه يعلم جيدا أن حكومة تستند على قاعدته 65 هي حكومة لن تعمر طويلا في مواجهة أمريكا وفي مواجهة معادلات إقليمية تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ عليها في معادلة الشرق الأوسط. ولكن مشاركة نتنياهو والسلطة كما تريد ليفني وأنت أشرت إلى ذلك يعني تقريبا أصبح غير وارد بعدما طويت صفحة أو سيناريو التداول على الحكومة. هذا صحيح في هذه المرحلة، لكن نتنياهو يعلم جيدا كما تعلم ذلك ليفني وكما يعلم كل مطلع على الأوضاع المحلية. إذن بأي شكل مشاركة نتنياهو السلطة سيد بركة؟ لا، المقصود هي التناوب على رئاسة الوزراء. هذه هي المشاركة التي تريدها ليفني. هي لا تريد أن تكون وزيرة في حكومة نتنياهو، إنما حكومة على صيغة حكومة الوحدة الوطنية التي كانت قائمة مرتين في إسرائيل على الأقل في 20 سنة الأخيرة، في 84 وفي 88 عندما كانت حكومة تقاسم رئاستها شيمون بيريس ويتحاق شامير، وكانت هنالك تناوب في نصف المدة على رئاسة الوزراء. هذا ما تريده ليفني الآن. هي تعلم أن ذلك ربما يبدو بعيدا الآن، لكن نتنياهو يعلم بالمقابل أن حكومته ربما تعيش سنة، سنة ونصف، سنتين على أساس القاعدة الحالية، قاعدة 65 عضو كنيست من مجموع 120 المبنية على أساس أحزاب اليمين واليمين المتشدد. في اعتقادي أن هذه الحكومة لن يكون لها قدرة على الحياة في معادلة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. والحديث عن إيران اليوم هو محاولة أيضا لاستمالة ليفني، بمعنى أن هنالك تحديات استراتيجية أمام إسرائيل يجب على جميع الأحزاب أن تقف فيها. في اعتقادي أن هذه لعبة شد أعصاب في هذه المرحلة. بالنسبة للمتخوفين من تعاطي نتنياهو مع الفلسطينيين، لوحظ أنه التزم نوع من الغموض تجاه الفلسطينيين، وحتى الحديث عنهم بين حملته الانتخابية الأخيرة ولم يتحدث عنهم حتى أمام الرئيس شيمون بيريس. هناك أيضا من يقول بأن يعني الواقع والتجربة علمته أن ينحني مع الريح عند ضرورة. يعني ما هي مخاوف الفلسطينيين تحديدا والرجل أصبح على هذه الشاكلة في نظر الكثيرين؟ لا، هو يمكن أن ينحني مع الريح نتنياهو، لكن من هم في موقع الشركاء يعني على يمينه والأكثر تشددا ربما لن ينحنوا معه، وبذلك تأتي حكومته إلى نهايتها. هذا ما نعنيه. لذلك هو بحاجة إلى ليفني، وربما هو بحاجة إلى باراك وحزب العمل. لكن علينا أن ندرك يعني عندما نتداول في موضوع السياسة الداخلية في إسرائيل نحن نتعامل وكأن يعني إسرائيل هي اللاعب الوحيد في كل ما يتعلق في العملية السياسية. في اعتقادي أن الأمر مرهون إلى حد كبير بما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة أوباما. في الماضي نتنياهو نفسه وقع على اتفاقية واي بلانتيشن في ضغط من إدارة كلينتون في حينه. إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل باتجاه معين فهي قادرة على ذلك. المهم هو خلق توازن مصالح بين المصالح العربية الأمريكية في المنطقة، وهذا دور عربي للأسف غير فاعل في هذه المرحلة. يعني المواقف الإسرائيلية والعدوانية الإسرائيلية هي ليست قدرا إذا جرى تفعيل موقف عربي موازن للمصالح الأمريكية في المنطقة، لكن هذا الأمر لا يظهر في الأفق للأسف الشديد. على أي حال يعني أنا أعتقد أنه إذا انحنى نتنياهو أمام هذه الريح الأمريكية أو ريح العصر إن صح التعبير، فلا شك أن حكومته بتركيبتها الضيقة ستأتي على نهايتها،
وربما سيفتح باب لإقامة حكومة وحدة وطنية على أساس التناوب، أو أن يذهبوا إلى انتخابات جديدة في غضون سنة ونصف. نعم، شكرا جزيلا لك محمد بركة، العضو العربي في الكنيسة الإسرائيلي ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، حدثنا من الناصرة.